السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام. تبدأ المشكلة حين تصافح إنسانا كان يجب عليك أن تصفعه. وفي بداية فيلمنا بنشوف بنت متكتفة وبتصرخ وكأن في حد بيعذبها وما بيكونش واضح شكل الشيء اللي بتتعذب منه، وبنرجع فلاش باك علشان نعرف قصة البنت دي، وبنشوفها هي وخطيبها ريك وبنعرف إن اسمها مادونا، وبنلاقيهم داخلين للسوبر ماركت اللي مكانه بيكون في محطة البنزين علشان مادونا تسأل عن الحمام، لأنهم بيكونوا رايحين زيارة لوالدة ريك لأول مرة وبيبقى الطريق طويل. ولما بتسأل مادونا العامل في السوبر ماركت عن الحمام بنتفاجئ إنه بيرد عليها بمنتهى الغموض وبيقول لها إن مكانه ورا السوبر ماركت، وفعلا بتخرج مادونا ولما بتدخل بيسمع ريك صوت صريخ وتعذيب، وفجأة بنشوفها وهي متكتفة وبيبقى نفس المشهد اللي شفناه في أول الفيلم، ومرة واحدة بنشوف ظلام والصوت بيختفي. ومن ناحية تانية بنشوف هانا ومعاها والدتها بيكر، وبنعرف إنهم مسافرين لمدينة غير مدينتهم علشان جامعة هانا، وبيبقى واضح عليهم ترابطهم لما بنشوفهم لابسين نفس الأسورة، وبنفهم من كلامهم إن هانا عندها تخوفات كتيرة من إنها تنقل حياتها كلها وتبعد عن والدتها، لكن بيكر والدتها بتطمنها وبتحاول تشجعها إنها تعتمد على نفسها. وبعدها بيقفوا عند نفس السوبر ماركت علشان ياخدوا استراحة، فبتدخل هانا الأول وبعدين والدتها بتدخل وراها وبيسألوا عن مكان الحمام، وأثناء ما بتكون هانا في الحمام بتقلق والدتها عليها لما بتلاقيها اتأخرت، ولحسن الحظ إنها بتظهر فجأة وبتكون كويسة وبتركب العربية على طول مع والدتها، بس بيسمعوا صوت غريب وبيتضح إن في قطع في عجلة العربية، لكن بيكر بتقدر إنها تصلح عجلة العربية. وأثناء ما بيكونوا في الطريق بنلاقي عربية بدأت تطاردهم، وبيظنوا في الأول إن اللي راكب العربية عاوز يتكلم معاهم أو ينبههم لحاجة، لكن اللي بيبقى واضح إنه عاوز يأذيهم، فبيكر بتنحرف عن المكان وبتقدر إنها تتخلص منه. وأثناء ما بيكملوا طريقهم بتظهر العربية مرة تانية، والمرة دي بتبقى المطاردة أشد من المرة اللي فاتت، وبتحاول وفجأة بتظهر قدامهم وبيحصل التصادم، وبتصحى بيكر وهي في المستشفى وبيبقى معاها الدكتور ويلسون، وبيبقى واضح عليها إنها مش فاكرة حاجة عن الحادثة، وبتحاول تنشط ذاكرتها بصعوبة، وبيساعدها الدكتور ويلسون في إنها تفتكر، وبيعرفها إنها عملت حادثة من يومين والشرطة لقيتها على الطريق. ولما بتفتكر أخيرا بتسأل عن بنتها هانا، لكن الصدمة إن ويلسون والممرضة غريس بيأكدوا لها إنها كانت لوحدها ومفيش معاها أي حد، وبتبدأ في الانهيار وبتحاول تدور على هانا في المستشفى. وبعدها بنشوف روس الممرضة وهي بتودع بيكر وبتحذرها إنها تاخد بالها من نفسها. بعدها بتروح بيكر لمركز الشرطة وبتسلمها الشرطية هناك مفقوداتها اللي لقوها في مكان الحادث، ولما بتسأل بيكر عن شنطة هانا بتأكد لها الشرطية إنهم ما لقوش أي حاجة غير شنطتها وبس. وبعدها بيوصل المحقق سيلتر وبنشوفهم وهم بيتكلموا مع بعض وبتعرفوا إنها بتقدم بلاغ بفقدان بنتها، وبيبدأ المحقق يعرف منها البيانات اللي على أساسها هيتم البحث عن هانا، زي نوع العربية، اسم الطريق، وصف لرقم العربية وشكل هانا. بس للأسف بيكر ما بتقدرش ترد على أي سؤال غير إنها بتوريله صورة هانا، وبيشك فيها المحقق لأن دكتور المستشفى عرفه إن بيكر اتعرضت لحادث قوي أثر على مدى استيعابها، والمفروض إن مكانها حاليا هو المستشفى، وبيبدأ يشك في صدق كلامها وإن بنتها ما كانتش معاها من الأساس. فبتتعصب بيكر وبتغضب جدا لأنه عاملها على أساس إنها مجنونة، وقبل ما تمشي بيوعدها إنه هيقوم بدوره. وبتروح بيكر على مكان صيانة عربيتها وبتتفاجئ إن عامل الصيانة بيواسيها على فقدان بنتها، ولما بتسأله بيكر عن شنطة بنتها اللي بيبقى لونها وردي وعليها سلحفاة بنلاحظ تردده وهو بيقول لها إنه ملوش علاقة بالمعلومات اللي هي طلباها، وتقدر تسأل غاس صاحب مركز الصيانة عنها. وبيوصل غاس وبيقاطع كلامه وبيتعرف على بيكر وبتسأله عن هانا وبتوري له صورتها، لكنه بيقول لها إنه ما لاحظش وجودها قبل كده، وبيقول لها إنها تقدر تبحث عنها في حانة هيلتون وبيوصف لها مكانها. وفي نفس الوقت ده بنروح للحانة وبتبقى بيك النادلة بتتكلم مع مارك وبيعتذر لها إنه اضطر يمشي من الموعد اللي كان بينهم بدري من غير ما يعتذر لها، وبيبقى واضح عليها إنها معجبة بيه. فبتدخل عليهم بيكر وبتبدأ تسأل كل الموجودين في الحانة عن بنتها، لكن محدش بيتعرف عليها، والقلق إننا بنلاحظ نظرات غريبة من بيكي لبراد اللي بيبقى باين عليه التوتر. ولما بيجي الليل بتقابل بيكر المحقق سيلتر وبيحاول يعتذر لها وبيطلب منها إنها ترتاح وترجع لمدينتها، لكنها بترفض وبتعرفه إنها مش هتتحرك من البلدة غير ومعاها هانا بنتها، وبتدخل لمكان شبه الفندق علشان تعيش فيه بشكل مؤقت. وبتلاقي مارك هو مسؤول المكان هناك وبيحاول يواسيها في فقدان بنتها وبيطلب منها إنها تستعير عربيته في أي وقت هي عايزاه لغاية ما تصلح عربيتها. في الأول بترفض، لكن بعد
وبعد كده بتضطر انها توافق وبتطلع لاوضتها، واثناء ما بتكون بتتفرج على فيديوهات ليها مع هانا بتسمع صوت حركه غريبه، فبتتتبع الصوت لكنها بتلاقي مارك جايب لها وجبه عشاء خفيفه ليها. وبعدها بيروح مارك للحانه وبيتكلم مع بيكي وبيحكي لها عن بيكر والمعاناه اللي بتعيشها، وبتلاحظ بيكي اهتمامه الزياده ببيكر وبيبقى واضح عليها الغيره، وفجاه بتعتذر له انها مش هتقدر تسهر معاه وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بنشوف بيكر وهي بتحلم بيوم الحادثه، لكن الرؤيه بتكون مشوشه ومش كامله، بس اللي بيبقى واضح ان هانا اتخطفت من جنبها. وبتصحى على تليفون من الدكتور ويلسون وبيحاول يقنعها انها ترتاح في بيتها وتسيب البلده لان اعصابها متوتره بسبب الحادثه ومحتاجه انها تهدى. فبيكر بتغضب جدا وبتعرفه انها مش هتتخلى عن بنتها وهتفضل موجوده لغايه ما تلاقيها. ولما بتخلص المكالمه بتنزل لمارك وبتلاقيه محضر لها القهوه وطابع صور هانا على ورق علشان يتم توزيعه ولزقه على جدران البلده. ولما بتساله عن ازاي صوره هانا معاه فبيعرفها انها موجوده على الموقع الخاص بالشرطه ضمن قائمه المفقودين. وفعلا بتروح بيكر لمركز الشرطه وبتطلب منهم انهم يلزقوا صور هانا على كل جدران البلده، بس بنلاحظ رفض غريب من المحقق وبيعرفها ان ده شيء مش هيساعدهم. وبتحصل ما بينهم مشاده كلاميه وبيتهمها المحقق انها بتعطلهم والمفروض تثق في انهم بيقوموا بدورهم على اكمل وجه. في نفس الوقت ده من ناحيه تانية بنشوف غريس الممرضه وهي بتعرف الدكتور ويلسون انها لقت اسوره هانا بنت بيكر وبتطلب منه رقمها علشان تعرفها، وفعلا بيعرفها ويلسون رقم التليفون. وبنرجع لبيكر مره تانية اللي بتضطر انها توزع صور هانا بنفسها على الاماكن اللي تعرفها، لكننا بنلاحظ عامل السوبر ماركت وهو بيشيل صوره هانا. ومن ناحيه تانية بتركب بيكر عربيتها وبتلاقي صوره هانا موجوده ومكتوب عليها انها لازم تمشي من المكان ده لانها مش في امان. وبتروح بيكر لمارك وبتلاقي عامل السوبر ماركت في الحانه معاهم وبتشك بيكر فيه لانه كان غامض وقت ما شافته هي وهانا يوم الحادثه. وبنرجع لغريس الممرضه وهي بتسيب رساله لبيكر وبتعرفها انها لقت اسوره بنتها في المستشفى وبتديلها عنوان بيتها علشان تعدي عليها. وبنلاحظ ان في حد بيراقب غريس وبتوصل غريس للبيت وبتبقى بتدور على القط بتاعها وفجاه بتلاقيه وبيكون خايف على غير العاده، ومره واحده ملثم بيهاجمها وبيحقنها في رقبتها. ومن ناحيه تانية بتسمع بيكر الرساله لكن الصوت بيكون مشوش وبتحاول تستنتج عنوان بيتها، ولما بتروح بتخبط كتير على الباب لكن بدون فايده. بس فجاه بتسمع صوت القط وبتلاقي الباب الخلفي مفتوح، فبتدخل وبتتصدم لما بتلاقي غريس واقعه في الارض، فبتتصل بالشرطه وبيوصل المحقق سيلتر لمكان الحادثه وبيبقى واضح انه بيتهم بيكر بقتلها، وخصوصا لما الدكتور ويلسون عرفه بانها كانت عنيفه مع غريس، ده غير انه بيشك ان بيكر تبقى السبب في فقدان بنتها. وبتحصل المشاده الكلاميه ما بينهم كالمعتاد وبيعرفها انها اصبحت محط الشكوك. وبعدها بنشوف بيكر وهي مع مارك وبتحكي له عن هانا بنتها، وبنعرف من مارك انه هو كمان عنده بنت في نفس عمر هانا لكنه ما شافهاش من سنتين بسبب انه منفصل عن والدتها ومنعاها من رؤيته. وفجاه بيظهر ويلسون مع زوجته وبيعرفها انه اخذ اجازه من المستشفى بسبب اللي حصل لغريس، فبتبدا تشك بيكر. وبعد ما بيمشوا بتتحرك فورا على بيت غريس وبتلاقي الشرطه هناك، فبتعرفهم انها جايه علشان تاكل القط، وبتسرق كارت من شنطه غريس اثناء ما بيكون الشرطي مشغول، وبيبقى كارت الغاز المسؤول عن صيانه عربيه بيكر ومكتوب عليه انا ههتم بالامر انت في امان. وبتروح بعدها بيكر لمكان غاز وبتكتشف العربيه اللي كانت بتطاردها يوم الحادثه، فبتتوتر وبتتخبط في الادوات اللي موجوده، فبيسمع غاز صوت حركه وبيدخل علشان يشوف مين اللي في الداخل وبيبقى ماسك سلاح، لكن لحسن حظ بيكر انها بتقدر تستخبى. وبتروح بعدها لمركز الشرطه وبتقنع المحقق انه يروح لمخزن الصيانه اللي لقيت فيه العربيه، وفعلا بيروح معاها وبيطلب من غاز بشكل شخصي. في الاول بيرفض لكن لما بيشك المحقق فيه بيوافق فورا، واول ما بيدخلوا المخزن بيكتشفوا انه مفيش اثر لوجود العربيه، وبيتاكد المحقق من غاز لكن غاز بيقول له على مواصفات عربيه تانية خالص غير اللي تقصدها بيكر. فبيكر بتساله عن سبب وجود الكارت بتاعه في شنطه الممرضه غريس ومكتوب عليها انها في امان، بس بنلاقي المحقق اعتقلها لانها اتلفت الادله الخاصه بغريس واعتدت على خصوصيه شغلهم. وبيتكلم جيك اللي بيشتغل مع غاز وبيعرفوا انه من السهل يعرفوا نوع العربيه اللي تسببت في الحادثه عن طريق انهم يعرفوا نوع الطلاء اللي اتنقل لعربيه بيكر من خلال الاحتكاك اللي حصل ما بينهم. بس الغريب ان غاز بيقلق وبيحاول يداري قلقه في انه بيبتسم وبيمنع جيك انه يكمل كلامه. وبعدها بنشوف المحقق وهو متعاطف مع بيكر في مركز الشرطه وبيطلق سراحها وبيعرفها انهم بيهتموا بجميع القضايا اللي بتجيلهم لان دي وظيفتهم ولازم تثق فيهم. والاول مره بيكر بتحس باهتمام المحقق بهانا وبتقرر تكمل بحثها عن بنتها في هدوء، وبنشوفها وهي بتكمل توزيع الصور الخاصه بهانا لكنها بتلاقي عامل السوبر ماركت بيقطع الصوره وبيركب عربيته، وبتبدا بيكر انها تتجسس عليه وتتتبعه، وبتكتشف انه بيدخل مستشفى دكتور ويلسون وبعدها بيخرج وبيوصل للسوبر ماركت وبتدخل
عليه بيكر وبتسأله عن السبب اللي خلاه يروح للمستشفى، بس بتتفاجئ انه بيوجه السلاح اتجاهها وبيعرفها انه مدمن مخدرات ودخل على المستشفى علشان يسرق ادويه، فبتسيبه وبتمشي وهي حزينه، وبنلاقيها بتنهار في عربيتها لانها مش قادره توصل لاي خيط يوصلها ببنتها. وفي وقت تاني بنشوفها واقفه مع بيكي وتقريبا كده بتحذرها من علاقتها مع مارك، وبتبدا ترهبها منه وتعرفها انها ورطت نفسها في شيء ما تعرفش عنه حاجه. وبيوصل مارك وبيقاطع كلامهم وبتعرفه بيكر انها بدات تشك في كل اللي حواليها وبتسيبه وبتمشي. ولما بيركب مارك العربيه بيلاحظ شنطه بيكر فيها. في نفس الوقت ده بيجي اتصال لبيكر من هانا وبتبقى بتستنجد بيها من حد بيحاول يقتلها، فبتصرخ بيكر في نفس اللحظه اللي مارك بيكون عندها علشان يديلها شنطتها، وبتعرفه بيكر باللي حصل وان الخاطف عارف مكان بيكر وبيراقبها. فبيتصل مارك بالشرطه وفعلا بيوصل المحقق سيلتر وبيعرف بيكر انهم هيتعاملوا من اللحظه دي لمعرفه الخاطف مش القاتل، وان في شيء كويس ان بنتها ما زالت عايشه وبكده يبقى في امل جديد. وتاني يوم بتصحى بيكر على صوت رساله وبيبقى في موقع جغرافي، وبتفهم بيكر ان ده مكان هانا، ومن غير ما تتواصل مع اي حد سواء مارك او مركز الشرطه بتروح لوحدها على المكان. وبنلاحظ هناك بنت قاعده وملابسها سيئه جدا، فبتقرب منها بيكر وبتكتشف انها مش هانا، فبتغضب جدا وبتفضل تصرخ وبتبكي وبتبقى في قمه انهيارها لانها مش قادره توصل لهانا وحاسه بالضياع من غيرها. ومن ناحيه تانيه بنشوف جيك وهو بيتحرك بالعربيه من البنزينه، بس بنكتشف بعد ما بيمشي ان في بنزين متسرب على الارض. وتاني يوم بنشوف المحقق سيلتر وهو عند غاس وبيبلغه بموت جيك، وبيحاول يوصل له فكره ان جيك كان مشتبه بيه في خطف هانا، بس غاس ما بيكونش مصدق انه ممكن جيك يعمل كده. وبعدها بنشوف بيكر في مركز الشرطه لانه تم استدعائها، وبيعرفها المحقق ان جيك كان مشتبه اول في قتل هانا، وده لانهم لقوا الشنطه الخاصه ببنتها معاه، وبسبب موته كده الامل بقى ضعيف في انهم يقدروا يوصلوا لهانا. وفي يوم تاني بتكتشف الشرطه وجود جثه بنت نفس مواصفات هانا، وبيتم استدعاء بيكر للتعرف عليها، لكن بعد ما بتوصل بنكتشف ان دي جثه مادونا اللي كانت في اول الفيلم متكتفه. وبيمر الوقت وفي يوم بالليل بنلاقي المحقق بيتصل ببيكر وبيطلب منها انها تغادر اوضتها فورا، وده لان مارك هو المشتبه بيه. في نفس اللحظه بنلاقي حد اتهجم على بيكر وبيبقى غاس، بس بيوصل مارك وبيحاول ينقذها منه، لكن غاس بيبقى اقوى وبيقدر يسيطر عليه ويخطف بيكر. وبتفوق بيكر وبتشوف قصادها دكتور ويلسون، وبنفهم هنا الحكايه، وبيبدا يحكي لنا انه فقد بنته وهي في سن هانا، ومن وقتها وزوجته بتعاني من اضطراب نفسي وكانت هتقتل نفسها، فامر غاس بانه يخطف اي بنت فيها مواصفات بنتهم. ولما جت لحظه وجود هانا عرفوا انها هي المختاره، وبيكمل وبيقول لها انه لازم يتخلص منها لانها كانت قربت توصل للحقيقه ولازم تتقتل زي مارك وجيك وغريس. وبتيجي زوجة ويلسون وبتطلب منهم بيكر انها تشوف بنتها لاخر مره، وبتفكرهم لو كانوا قدروا يودعوا بنتهم، فبتتاثر الزوجه جدا وبتوافق. ولما بتشوف هانا بتحاول تقنعهم انها هتتخلى عن بنتها، وبتبقى هانا مصدومه وبتطلب منهم انها تحضنها الحضن الاخير. واول ما بتقرب منها بتساعدها انها تهرب، وبتحقن ويلسون في رقبته، وبيقدر غاس انه يسيطر على هانا، لكننا بنلاقي مارك جه وقدر انه ينقذها. وبترجع هانا مره تانية علشان تنقذ والدتها، لكنها للاسف بتتورط من جديد معاهم، بس بتقدر بيكر انها تنقذ بنتها وبتوجه السكين في اتجاه رقبه ويلسون. وفجاه بنلاقي الوقت مر بسرعه وبنشوف هانا مع والدتها في العربيه، وبتتصل بمارك اللي اصبح زوج بيكر وبقوا عيله سعيده. وبينتهي فيلمنا واحنا شايفين السعاده على هانا وبيكر بعد كل الصعوبات اللي مروا بيها، الا اننا بنشوف قصادنا علاقه قويه وحقيقيه بتربط بين الام وبنتها، وبيبقى فيها تلخيص جميل لمعنى حب وغريزه الامومه اللي من الصعب انه يتم التخلي عنها في اي يوم. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم.